السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب، واول حاجة بنفكر فيها هي هناكل ايه في السحور. والسحور ما ينفعش من غير الجبنة القريش اللي هنعملها بايدينا باجمل طعم ونظافة غير التوفير. وبمكون واحد بس هنطلع خير كتير جدا، الجبنه اللي طعمها زي القشطه، وكمان شويه لبن رايب كده على السحور بخيرهم او بوشهم زي ما بنقول، اللي ما بندقهمش غير عند اهلنا في الارياف. وكمان هنعمل شويه قشطه طعمهم تحفه، القشطه الطبيعيه بجد اللي ممكن نعمل منها زبده واضافتها على اي اكله بتنقلها في حته تانية خالص. حتى الشرش مش هنرميه، وهقول لك ازاي تستفيدي بيه. وهنعمل كل الجمال اللي انتوا شايفينه ده من غير خل ولا ليمون ولا منفعه ولا حتى زبادي، بمكون واحد بس. تعالوا اخدكم في اجواء ريفيه جميله واحنا بنصنع كل المنتجات الجميله دي مع بعض. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير مع اصحابكم. يلا نقول بسم الله ونبدا. كل الاصناف اللي انتوا شايفينها دي واللي هنعملها مع بعض استخدمت فيها 4 كيلو من الحليب. اهم حاجه اللبن يكون جاموسي وكامل الدسم ويكون طازه ومن حد موثوق فيه. جبت الحله بتاعتي اللي متوفره في كل البيوت وسخنتها على نار هاديه، وهنزل فيها بالحليب بتاعي. سامعين الصوت ده؟ بالظبط اللي انا عايزاه. واهميه تسخين الحله حاجتين، اول حاجه كنوع من تعقيم للحله، تاني حاجه بيكون اللبن الرايب معانا كويس جدا من غير اي اضافات. وترفعي ايدك وانت بتصب الحليب كده في الحله عشان يكون الرغوه اللي بتساعد القشطه انها تتجمع على وش الحله. بس كده هنغطيها ونركنها في مكان دافي. انا ما بنصحش فرن البوتاجاز عشان بستخدمه كتير، فمش هحرك الحله كل شويه. ده بقى نص كيلو الباقي من 4 كيلو. الحله فيها 3.5، والطاجن الصغير الجميل ده فيه نص كيلو. في الصيف اللبن بيروب معانا على طول، يعني لو عملتيه من بالليل الصبح هتلاقيه بالشكل ده. في الشتاء ممكن يطول شويه، وسواء عملتيه في حله او في طاجن الاتنين بياخدوا نفس الوقت. وسبحان الله من غير ما نضيف اي مكونات هنلاقي طبقه القشطه على الوش، وتحت منها اللبن الرايب متماسك وزي الفل. هدخل بقى الطاجن الصغير ده في التلاجة، هقول لكم استخداماته ايه بعد شويه. تعالوا بقى نشيل القشطه من على وش الحله. ممكن كمان تدخلي الحله دي في التلاجة عشان القشطه تطلع معاكي بكل سهوله، لكن انا هشتغل فيها على طول علشان ما نطولش وقت الفيديو. شايفين ما شاء الله طبقه القشطه قد ايه من غير اي مجهود ولا اي اضافات؟ شايفين خير ربنا سبحان الله. الناس بقى اللي بتقول شراء الجبنه اوفر من ان احنا نعملها في البيت، عايزه اقول لك يا ست الكل، القشطه دي بس كده بتمن اللبن اللي احنا اشتريناه. وتعالوا نشوف مع بعض. جبت العلبه اللي هحط فيها القشطه ووزنتها قدامكم، هي مش مكمله 20 جرام. تعالوا بقى نحط فيها القشطه بتاعتنا الجميله دي ونوزنها تاني مع بعض ونشوف هتعمل لنا وزن قد ايه. عايزه اقول لكم انا لما بحب اشتري قشطه بيدوهاني بسعر الزبده، والله زي ما بقول لكم كده. واللي مكرمك قوي قوي بينزلك 10 جنيه. والزبده دلوقتي حدث ولا حرج، اقل زبده موجوده في السوق ب 160 و170 وعدت ال 200 كمان على حسب المحافظه او البلد اللي انت منها. لكن العلبه دي عندنا كنز استراتيجي في الفريزر، هنعمل منها الزبده اللي عملناها مع بعض قبل كده. هنعمل منها فطير مشلتت، اضافتها على اي اكله بتفرق جدا وبتخلي طعمها يروح في حته تانية خالص. يلا بقى نوزن القشطه بتاعتنا. شايفين 569، نقول ال 19 جرام بتوع العلبه يعني 550 جرام من القشطه، يعني اكتر من نص كيلو قشطه. متخيلين هتشتروه بكام؟ اقل حاجه واقل سعر في السوق 80 جنيه، بنفس ثمن ال 4 كيلو حليب اللي احنا استخدمناه. يعني الحليب ثمنه في العلبه دي، وباقي بقى كل المكونات التانية هناكله ببلاش طول الوقت. متخيلين القشطه دي نظافتها وطعمها عامل ازاي؟ حاجه كده مضمونه. وانا حبيت اوزنها لكم دلوقتي عشان ما اضمنش العلبه دي مصيرها هيكون ايه على ما نعمل الجبنه. ولو ركزتوا في اخر الفيديو هتعرفوا الفرق ما بين كميه القشطه دلوقتي وكميه القشطه واحنا بنعرضها. هنركنها بقى على جنب كده في التلاجة، ويا رب اقدر اخبيها. وتعالوا نبدا في الجبنه بتاعتنا اللي هي المكون الاساسي اللي احنا بنعمل عشانه الفيديو النهارده. هجيب بقى حصيره السوشي اللي هنغير نشاطها ونعملها حصيره جبنه، ودي عملت لها فيديو مخصوص قبل الفيديو ده على طول نزلته، هنزله لكم برده في صندوق الوصف. وانا عملتها مخصوص للناس اللي عايزه تاكل جبنه قريش بالظبط زي اللي بنشتريها من بره، وفي نفس الوقت ما عندهاش الفرصه انها تجيب حصيره الجبنه الاصليه. بس مش هينفع نستخدمها كده. طب لو استخدمناها كده هيجرى ايه؟ تعالوا اقول لكم. لو حطينا اللبن الرايب من الطاجن او الحله كده على طول هنشوف هيجرى ايه. انا بوريها لكم عملي عشان كل الحاجات اللي انا مريت بيها بوريها لكم، بخبيش عنكم حاجه. اللبن فيه نسبه سوائل كتير اللي هي الشرش، والحصيره صغيره زي ما انتم شايفين، فمش هنقدر نسيطر على اللبن الرايب عشان نعمله جبنه، علشان الحصيره زي ما انتم شايفين كده حجمها صغير، فمش هتدينا النتيجه بالظبط اللي احنا عايزينها. فلما نيجي نعلقها كده، بصوا معايا في المكان اللي انا بعلم لكم عليه او بشاور لكم بايدي ده، ونيجي نرفعها. شايفين اللبن واقع من الطرف ازاي؟ وتاني حاجه بقى قطعه الجبنه هتبقى صغيره جدا. شايفين حجمها قد ايه؟ نقدر نسميها ميني جبنه مثلا، كميه صغيره جدا. طب عشان نتلاشى بقى الموضوع ده هنركن الحصيره دلوقتي على جنب، ونجيب مصفى وتحتها بوله. انا بس حاطه البوله الازاز دي في البوله الكبيره علشان ترفع المصفى معايا شويه. وهجيب قطعه شاش او قماشه نظيفه او طرحه نظيفه المتوفر عندك. انا ما لقيتش شاش مطبخ ومش دايما متوفر، فجبت قطعه القماش دي، وبالنسبه لي احسن من الشاش كمان. النسيج بتاعها ضيق وبتنزل الشرش وبس، وكل ده برضه هتشوفوا معايا.
اما الشاش النسيج بتاعه بيكون واسع، فممكن ينزل لنا لبن رايب مع الشرش. شايفين بقى اللبن الرايب بتاعنا؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ نسمي الله كده ونشوف الخصرة متكونة ازاي. شايفين حاجة كده ما شاء الله، اللهم بارك. فلاحي فلاحي، سواء في طاجن او في حله. انا عملت معاكم في طاجن قبل كده واداني نفس النتيجه، وهسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف اللي يحب يشوفه. لكن النهارده انا عملته في حله للي ما عندوش الطواجن. لو ضفت اي اضافات على اللبن الحليب عشان يكون لك الخصره دي استحاله، خصوصا لو ضفت خل، عمره ما هيديك النتيجه دي، وكمان هيغير من طعمه وخواص اللبن. كده اطمنا على اللبن الرايب بيتكون معانا بطريقه مظبوطه من غير اي اضافات. نرجع بقى لقطعه القماش والمصفى ونحط فيها اللبن الرايب ده. هينزل لنا كميه حلوه من الشرش، هتساعدنا ان احنا نقدر نتحكم في اللبن الرايب لما ننزله في الحصيره. كل التفاصيل دي خدي بالك منها، خصوصا لو هتعملي في الحصيره الصغيره. اما بقى لو عندك الحصيره الاصليه بتاعه الجبنه، فانت هتوفري الخطوه دي وما انتش محتاجاها، هتنزلي اللبن الرايب على طول في الحصيره. انا هسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير، من غير ما اضغط عليه ولا اعصره ولا اي حاجه. هطمنكم بس ان الشرش نازل، شايفين شرش وبس، ما فيهوش اي قطعه من اللبن او الرايب. 10 دقايق بالظبط وهتكملي وصفتك عادي جدا. بس خطوه مهمه عشان تطمني ان مفيش اي هدر هيحصل واحنا بنعمل الجبنه. احنا مش عايزين نهدر اي معلقه من اللبن بتاعنا، حتى الشرش ده هنستخدمه برضه. هرجع بقى تاني للحصيره، بس احطها بقى على مصفى او اي صينيه كده، وانزل بالرايب اللي احنا خففنا منه كميه الشرش بس. شايفين؟ من غير ما تعصريه في الشاشه او اي حاجه، هو بس نزل شويه الشرش الزياده اللي نقدر نتحكم في اللبن الرايب وهو جوه الحصيره، خصوصا لما الحصيره تبقى صغيره. هنزل بقى بالكميه بتاعتي اللي على قد الحصيره. خليكم فاكرين ان انا ما استخدمتش اللبن الرايب كله، انا هعمل على مرتين. هركن بقى اللبن الرايب بتاعنا على جنب. واهم خطوه هنا بقى هي رشه الملح. انا ما اقدرش اكل الجبن القريش من غير ما يكون فيها نسبه من الملح حتى لو قليله، لكن عديمه الملح دي بيبقى طعمها بالنسبه لي مش احسن حاجه، لكن مش هزود برضه عشان تفضل صحيه. شايفين بقى شكل اللبن الرايب بياخد الوضع اللي انا محطاه عليه ازاي؟ فاكرين الاول لما استخدمناه من الطاجن على طول راح في كل ناحيه واتبهدل وفقد كميه كبيره، اما دلوقتي مفيش اي هدر. هركنه بقى على جنب واصفي باقي الكميه، يبقوا الاتنين بيتصفوا جنب بعض. الحصيره فيها الجبنه اللي بتتجهز، واللبن بننزل منه كميه الشرش اللي احنا مستغنيين عنها. وكمان الخطوه دي بتخلينا نكسب وقت، بدل ما نستنى لما الحصيره تفضى عشان نرجع نحط فيها اللبن، لا الاتنين بيصفوا مع بعض كده باختصارا للوقت. هسيبها في نفس الشكل كده لمده نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير، لحد ما اي نسبه شرش زياده تنزل منها علشان اقدر اعلقها. علشان لو ما علقتهاش عمرنا ما هتدينا شكل الجبن القريش بتاعت الفلاحين بالظبط. عشان كده انا عملت للحصيره الايد اللي انا هعلق منها. حبيت اطمنكم بس بعد ما اتصفى. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بيصعب عليا قوي ان في شيفات كبيره بتعمل الخطوه دي على الحوض، يعني بتعلق الحصيره وتحطي فيها اللبن وهي على الحوض، بتفقد كل كميه الشرش دي. عايز اقول لكم الشرش ده الاسم بتاعه علميا بروتين اللبن، فانا عمري ما هرميه ابدا. ودي كميه الشرش اللي طلعت معايا من الاتنين دول، يعني من كل كميه اللبن الرايب اللي كان موجود معانا. نركز بقى مع الحصيره. شايفين الجبنه بدات تاخد شكل خالص ازاي؟ محتاجه بس تتعلق. كل ما تحركيها من مكان لمكان الخطوط بدأت تظهر والشكل بدأ يتكون. وهنا هقول لكم على سر عمركم ما سمعتوه، علشان كل قطعة تبقى بنفس الشكل، سواء اللي في الطرف او اللي في النص، هنجيب كيس تلاجة ونحطه في الطرفين. دايما القطعة الاولى دي بتبقى رفيعة ومسحوبة على بره كده، لا عشان الكمية قليلة زي ما انتم شايفين، فعايزين كل الشكل يبقى واحد. هجيب كيس تلاجة او ممكن كيس واحد نقسمه نصين عادي على فكرة، ونحطه في الطرف هنا وفي الطرف هنا. ده هيخلي لنا كل قطعة جبنة نفس الحجم ونفس الشكل بالظبط. ونعلقها بقى في المطبخ ونحط تحتها صينية او اي حاجة تنزل عليها شرش زيادة. انا بعلقها في المطبخ زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة تكون مظبوطة في خط مستقيم، ما ينفعش تكون جنب مميل عن جنب، ولا حتة طالعة ولا حتة نازلة، علشان تدينا الشكل مظبوط تماما. طب لو ميلت كده ممكن ما تديناش الشكل اللي احنا عايزينه، عشان كده لازم تكون في وضع زي ما انتم شايفين كده بالظبط. يعني لو عملتها قبل ما تنامي هتقوم من الصبح تلاقي عندك اجمل جبنة قريش. خلاص كده الجبنة بقت جاهزة. شايفين الاكياس؟ تعالوا بقى نشوف النتيجة بتاعتهم عملت ازاي. قطعة الجبنة مظبوطة ومتماسكة جدا. شايفين الكيس؟ قام بالدور بتاعه على اكمل وجه. وعلى فكرة انا مش هرميه، انا هستخدمه في باقي الكمية. شايفين بقى قطعة الجبنة؟ حاجة كده تحفة. قطعيها بالحجم اللي تحبيه. انا بحب اقطعها بنفس تقسيمة الحصيرة. الحصيرة فيها خيوط زي ما انتم شايفين كده، ما بين كل خيط وخيط بيكون لك قطعة جبنة بالظبط زي ما انا عايزة، حجمها مظبوط جدا. دي اول قطعة. عمركم شفتوا جبنة بتتعمل واول قطعة بتكون بالشكل ده؟ استحالة، مش هتلاقوها غير هنا. هطلع بقى الجبنة دي في طبق عشان نستخدم الحصيرة مرة تانية. جبت طبق وفردت عليه كيس، وممكن من غير كيس زي ما انت عايزة، بس عشان لسه هقدمها فالكيس بالنسبة لي بيكون اسهل.
شايفين قطعة الجبنة؟ حاجة كده تحفة، طعم وشكل ونظافة. شايفين؟ يعني الجماعة اللي بيقولوا مش موفرة يركنوا كده على جنب، وبعد ما يسمعوا الفيديو هيغيروا رأيهم 100%. مفيش فتفوتة قطعناها ولا استغنينا عنها. شايفين شكلها؟ حاجة تفتح النفس، لدرجة ان انا عايزة اعمل منها مشروع واقطع بقى على اهلي في الفلاحين، ربنا يرزقهم يا رب. هجيب نفس الحصيرة ونكمل باقي الكمية. عايزة اقول لكم بقى الكمية التانية دي ما بتاخدش نص وقت الكمية الاولى، لانها صفت تماما، نزلت كل الشرش اللي فيها، مش محتاجة بس غير انها تاخد الشكل في الحصيرة. شايفين؟ كل كمية الشرش اللي فيها والسوائل اللي فيها نزلت. هنزل كل فتفوته في قطعه القماشه واغسلها كويس جدا واخليها للمره الجايه. هوزعها كويس واظبطها عشان تاخد شكل الحصيره، ما يبقاش فيها قطعه كبيره وقطعه صغيره. خلاص اتفقنا على الموضوع ده. ومش هنسى الملح، لازم نديها رشه من الملح كده، بيساعد ان الشرش ينزل بسهوله وكمان تتشكل بسهوله وبيكون طعمها تحفه. لكن اللي مش عايز يحط ملح لظروف صحيه ده بقى مفيش مشكله منه. ودي بقى هعلقها على طول، بس مش هنسى احط الكيس زي ما قلت لكم عشان يدينا الشكل المظبوط. لكن هعلقها على طول عشان هي خلاص متصفيه، مش محتاجه الخطوه اللي احنا هنسيبها شويه تركن عشان تتصفى. ساعة ساعتين وهتكون عندك أجمل جبنة. شايفين؟ نفس الشكل اللي احنا اتعودنا عليه. خلاص هقطعها بقى كده، وبرضه بنفس المقاس. بالنسبة لي المسافة اللي بين الخيط والخيط دي بتديني قطعة مظبوطة. شايفين؟ على فكرة أنا مرة قطعت من على اليمين ومرة قطعت من على الشمال عشان ما تقولوش إن المقطع متكرر. شايفين؟ حاجة كده تحفة بجد، بألف هنا وشفا لو ما تجربوها. جبت باقي الكمية اللي أنا كنت عاملاها في الأول، كنت حطاها في التلاجة عشان ما ينفعش تسيبيها بره كده، أضمن وأنضف وكمان بتتمسك أكتر. شكل الجبنة تحفة، جبنة قريش على ابوه زي ما بيقولوا. شايفين؟ الحصيرة بقى اغسلها كويس جدا وانشفها في الشمس واسيبها المرة الجاية نستخدمها. خلاص كده مش عايزاها تاني، بس في نفس الوقت ما اسيبهاش مركونة من غير ما انضفها، لازم انضفها من بواقي الجبنة اللي موجودة عليها دي. شايفين شكل الجبنة؟ شايفين شكلها منور ازاي؟ والتماسك بتاعها والخطوط اللي موجودة فيها. شايفين؟ جبنة قريش، جبنة قريش. وعلى فكرة تقدري كمان تعملي منها جبنة قديمة في المش، بتكون طعمها تحفة. لو حابين تعرفوا الطريقة او عايزين تعملوها في البيت قولوا لي في التعليقات وانا هعملها لكم من عينيا. الجبنة القريش بقى بتتاكل مع اي حاجة موجودة في الدنيا. جبنة بالطماطم تلاقي، جبنة بالخيار زي الفل، جبنة بالخس والجرجير تحفة، جبنة بالزيتون اللي احنا عاملينه مع بعض في فيديو قبل كده اللي هو موجود معانا ده زي الفل، فلفل، طماطم، اي حاجة، رشة زعتر وزيت زيتون، حبة البركة الموجود عندك. جبنة بس كده ممكن كمان نعمل بيها بيض بالجبنة بيكون طعمه تحفة. يعني الجبنة القريش دي كنز موجود في البيت، ما ينفعش بيت ما يكونش فيه جبنة قريش، وخصوصا بقى لما نعرف ان طريقتها سهلة كده ونضيفة ومضمونة وطعمها حلو. ايه اللي يمنعنا ان احنا نعمل اجمل جبنة في البيت؟ شايفين شكلها جميل جدا ازاي؟ طعمها وشكلها تحفة. في الفطار الصبح صحية جدا، وفي العشاء كمان خفيفة ولذيذة جدا جدا. اما بقى في الرجيم فما فيش غنى عنها، لازم جبنة قريش معاكي في الرجيم. ومعانا في السحور طبعا مكون اساسي في ال30 يوم ما ينفعش نستغنى عنها. وما عملناش الجبنة بس، ده احنا عملنا اجمل طاجن لبن رايب بخيره تحفة. انا عندي استعداد ان اسحر 30 يوم من الطاجن ده بعيش محمص بقى او بقرصة طرية كده من اللي احنا هنعملها بالشرش اللي احنا مش هنرميه، بيكون طعمها يجنن. وانا مش عايز افتن واقول ان كان في ناس مستنياني اخلص الفيديو بفروغ الصبر عشان يعملوا هجوم على الطاجن ده. طعمه بجد تحفة، عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله هعمل لكم طريقة القرص دي من الشرش. دي بقى كمية القشطة اللي طلعت معانا في اول الفيديو. عايزه اقول لكم برضو اتسرق منها كمية كبيرة بس بألف هنا وشفا. وده بقى الشرش، مخزون استراتيجي استحالة هفرط فيه ابدا، مليان بالبروتين والانزيمات والاحماض الامينية المفيدة لجسمنا، فما ينفعش ابدا نتخلص منه. على فكرة في شركات بتعمل منه عصاير ومشروبات كمان. حابة تحفظي فيه الجبنة هتملحيه وتحطي فيه الجبنة دي هيعيش معاكي فترة كبيرة جدا. حابة تعملي بيه معجنات زي انا ما بعمل مفيش مشكلة. الجبنة بقى بغطيها كويس جدا وبحطها في التلاجة، هي كمية مش كبيرة زي ما انتم شايفين، فمش محتاجة ان انا احطها في اي سوائل تانية. وكل الخير اللي معانا ده طلع من 4 كيلو لبن بس، وبألف هنا وشفا. وكده الفيديو بتاعنا خلص، لكن افكارنا ووصفاتنا كتيرة وما بتخلص. عملنا منتجات كتير من 4 كيلو لبن، اتمنى تجربوهم ويعجبوكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.